السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي كيف ديما مواضيع جديدة. يعني ديما كنحط انا وصفات على التسمين او الزيادة. يعني كنحط اي حاجة اللي غادي تفيدكم، اي حاجة اللي الا ما فاتك تعاودي ديري حاجة اخرى اللي غادي تفيدك. اليوم ان شاء الله يعني من بعد ما شفت بزاف ديال الناس او بزاف ديال القنوات يعني تيتكلموا على هاد المقلة هادي. يعني هاد المقلة اللي كتليق المؤخرة. يعني اللي خاصة غير بالمؤخرة. يعني بالنسبة للناس او البنات او العيالات اللي تيتزادوا يعني غير من الفوق، مثلا اللي داروا شي وصفة يعني تيتزادوا غير من الفوق او في الوجه او في الصدر او في الكرش. يعني ما تيتزادوش نهائيا في المؤخرة ديالهم. يعني بحال تقولي عندهم العضلة النائمة لتحت. يعني مهما داروا من وصفات، يعني من طرق ما نفعتش معاهم. يعني كاينين الناس حتى اللي داروا القويلبات، يعني قويلبات صحراويه ويعني ما نفعوش معاهم، ما داروا لهم حتى شي حاجه لانهم عندهم العضله النائمه. يعني ما يمكنش يتزادوا في المؤخره ديالهم. وهاد المقله هادي يعني اللي هي يعني طريقه ديال امهاتنا ديال جدواتنا، يعني الناس ديال بكري اللي كانوا تي تيعملوا هاد المقله هادي. يعني اللي هي طريقه سهله جدا جدا. ويعني ومن الاسبوع الاول كيبان لك الفرق وكتبان لك يعني النتيجه. انا ما جيت وحطيت هذا الفيديو هذا اخواتي، يعني حتى جربت هذه الطريقة هذه وشفت باللي يعني نفعاتني. انا ما كنتش عارفاها الصراحة، لكن قبل يعني ملي شفت هذه الطريقة بزاف ديال القنوات داروها وفيديوهات يعني كتار ودار ضجة. يعني انا سولت الام ديالي على هذه الطريقة هذه. قالت لي فعلا هذه الطريقة كاينة، يعني كان الناس ديال بكري تيديروا هاد المقله هادي. يعني وهي ما كانوش كيديروها يعني جميع الناس في المناطق ديال المغرب، يعني كانوا غير شي مناطق مثلا بحال تطوان، بحال وجده، بحال الناس ديال اسفي. يعني بعد في الصحراويات حتى هما كيستعملوها، يعني غير شي مناطق قلال. ويعني والام ديالي قالت لي حنا كنا كنديروها، يعني خالاتي وكلشي كانوا تيديروها، يعني كاع اللي ما عندهاش يعني المؤخره يعني كتزاد فيها كدير هاد المقله هادي. يعني وقالت لي يعني كانوا تيديروها، وفي الاول قالت لي باش اكتشفوها يعني كانوا غير شي وحده الا ما كانتش يعني كتحمل بغات الولاد كانوا تيديروها ليها. من بعد اكتشفوا انها كتزيد في المؤخره. صافي من تما يعني ولات هاد المقله هادي. صافي ولاو الناس تيستعملوها بزاف، يعني كاع اللي ما عندهاش المؤخره كدير هاد المقله هادي. يعني قالت لي كانت شي حاجه اللي هي مشهوره عندهم. واسميتو وهاد المقله هادي يعني ولات حاجه اللي هي طبيعيه عندهم، شي حاجه اللي هي عاديه يعني. يعني شي حاجه اللي هي سهله وزوينه وكتعطي النتيجه. ودابا غادي ندوز للطريقه ان شاء الله. يعني غنشدو هاد المقله هادي اللي غادي نسخنوها يعني مزيان على العافيه، غادي نسخنوها مزيان وغادي نحطوها في الارض. يعني ما نحطوهاش فوق من شي حاجه اللي غادي تحرق لينا، غنحطوها في الارض وغادي نحطو عليها هاد الفوطه هادي اللي دايرها انا على 4. يعني باش ما تحرقوش غادي ديروا هاد الفوطه هادي. وقبل يعني ما تديروا الطريقه او هاد العمليه هادي غادي دهنوا المؤخره ديالتكم. يعني غادي دهنوها كامله، اما الا عندكم متوفر عندكم الزيت ديال الحلبه يعني استعملوه، ما عندكمش غادي ديروا غير زيت الزيتون. يعني راه حتى هو الحاجه اللي يعني اللي غادي تسخن لكم هذيك البلاصه خصكم ديروها. يعني يكفي انكم ديروا زيت الزيتون. غادي دهنوا ديك المؤخره ديالكم كامله. وغادي تجلسوا على هاد المقله هادي. يعني هاد الفوطه هادي الا لقيتوها مازال سخونه بزاف يعني يمكن لكم تزيدوا فوطه اخرى غير ما تحرقوش. يعني ما تجيوش وتجلسوا عليها هكا، انها غادي تسبب لكم في حروق يا ربي تحفظ. المهم غادي تجلسوا على هاد المقله هادي اللي قلت لكم. غادي ديروا هاد الفوطه هادي وغادي تجلسوا عليها وغادي تستحلاو ديك السخونيه اللي كتطلع معكم. يعني السخونيه غادي تطلع عليكم مع المؤخره ديالكم غادي تحسوا بها. يعني ومن بعد
يعني غير تحسي بديك السخونيه طلعت معاك، غادي تنوضي وتعاودي تجلسي تاني، يعني تبقاي ديري بحال شي حركه بحال هكا وتجلسي تاني، يعني غير بشويه عليك. لكن قبل ما تجلسي على هاد الفوطه هادي اللي قلت لكم هاود المقله، خصك تكوني لابسه يعني السروال ديالك ومغطيه الجناب ديالك، يعني توزري بشي حاجه بشي فوطه اخرى يعني من الكرش ديالك. وحاولي انك تخلي غير المؤخره ديالك يعني غير السروال اللي تكوني لابسه، وقعدي على هاد الفوطه هادي، لكن جنابك يكونوا متوزرين، يعني تكوني مغطيه فيهم باش ما يضربكش البرد. وتشدي هاد الثومه هادي، يعني غادي تقشريها وغادي تشويها في، ديرها بشويه ديال الزيت، شي مقيله غير شويه ديال الزيت، وغادي يعني بحال تقليها شويه تجي غير بحال مشويه وحتى تولي رطبه. وغادي ديريها على شكل قويلب، يعني هاد الثومه هادي غديريها على شكل عفوا على شكل قويلب. وغدا ديك الساعات عاد غادي تجلسي على هاد المقله هادي. غير نسيت انا في الاول ما قلتهاش لكم، يعني غديري هاد القويلب هذا ديال الثومه، وغادي تجلسي على هاد المقله هادي اللي قلت لكم، يعني ديروا هاد الفوطه وتجلسوا عليها وتسخنوا مزيان حتى تبرد ديك المقله، يعني حتى تحسوا بديك السخونيه ما بقاتش يعني، وصافي. وتجمعي جنابك، تجمعي جنابك ودخلي فراشك. يعني من الاحسن هاد القضيه هادي انكم ديروها في الليل، يعني ديروها في الليل، ما ديروهاش في النهار باش ما يضربكمش البرد. وملي ديروا هاد العمليه هادي او هاد الطريقه هادي وتدخلي الفراش ديالك، يعني ما خصكيش تكوني لابسه سليب، يعني خصك ما تكونيش لابسه شي حاجه مزيره لتحت، يعني شي حاجه اللي مرخوفه، حتى السروال ما يكونش مزير، يعني باش تزاد لك المؤخره ديالك. وعلاش هاد الطريقه هادي؟ لانها يعني ديك البلاصه من بعد ما كتسخن يعني داك الجلد كيتجبد لينا، وكتولي الدهون كتجمع لينا تما، يعني اللي كليناها كيولي يهبط لينا لديك البلاصه، كيولي يعني من بعد، يعني من قبل ما كانت حتى حاجه ما كتزاد لينا في ديك البلاصه، يعني داك الجلد بحال كيتجبد شويه كما كنقولوا كيطرهل شويه، وكتولي دوك الدهون كتجمع لينا في ديك البلاصه. وهاد الطريقه هادي كما قلت لكم، هاد الطريقه هادي غادي ديروها نهار ايه ونهار لا، يعني ماشي يوميا، نهار ايه ونهار لا، ليله ايه وليله لا. والثومه كذلك حتى هي فين ما بغيتو ديروا هاد العمليه هادي غادي ديروا ثومه. وصدقوني راها مزيانه بزاف بزاف هاد الطريقه هادي، غير جربوها وما غاديش تندموا، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي خطيره او حاجه اللي يعني اللي غادي تضركم، الحاجه اللي هي فيها النفع والنتيجه ديالها كتبهر. والثومه راها مزيانه، يعني راه حتى هي من الحوايج اللي كتسخن، يعني كتسخن ومزيانه حتى حاشاكم اعزكم الله دوك الديدان دوك الحنيشات او السنته، حتى هي راه مزيانه اليوم. هاد الثومه هادي راه ما تخليهمش ليك بتاتا، يعني حتى هي كتساعد في الزياده ديال الوزن ديال الانسان، يعني كل شيء هادشي طبيعي وما فيه شي حاجه اللي هي خطيره بتاتا. وراها مجربه هاد المقله هادي، غير جربوها وغادي تشوفوا النتيجه كما قلت لكم غادي تبهركم، يعني غادي تندموا على انكم كنتو كديروا شحال من حاجه، يعني شحال من دوايات وشحال من قويلبات وما عطاوكمش نتيجه. وهاد المقله هذه في الاسبوع الاول غادي تشوفي النتيجه، يعني غادي تلاحظي الفرق كيف الاول وكيف التالي. وكنتمنى انني نكون فدتكم، يعني وعطيتكم هاد الطريقه اللي هي جديده اللي هي زوينه، يعني مليون في المية، يعني بلا ما تلتجئي للقديره، ويعني خصك بزاف ديال الحصص، يعني خصك بزاف ديال الحصص وبزاف ديال الفلوس، وكاينه الله يكون في العوان، يعني ما كيكونش عندها الفلوس باش دير بحال هاد الشيء هذا، يعني لانها القديره ولا اي حاجه يعني كتطلب الفلوس. والانسان الله يكون في العوان يعني كيبغي يشوف راسو يعني حاجه اللي كيبغي يقادها او يزيدها، لكن الكمال لله، الانسان الله يكون في العوان. غير جربوا هاد الطريقه اللي هي ساهله، يعني ما غاديش تخسروا عليها حتى شي حاجه، كلشي كيكون في الدار، مثلا نتوما كتكون عندنا في الدار، المقله راه موجوده في اي بيت، يعني زيت الزيتون حتى هو كذلك، يعني كيكون تقريبا موجود في كل بيت، يعني شي حاجه اللي هي ساهله، ويعني كما كنقولوا فابور. غير جربوها وما غاديش تندموا صدقوني. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نكون في حسن الظن ديالكم، ونحط لكم ان شاء الله يعني فيديوهات جداد ان شاء الله. وما تنسونيش من لايك
ومن اشتراك والضغط على الزر الاحمر باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله يا ربي. وشكرا على التتبع ديالكم.